زي ما شفنا الصور الموديل كله اشكال واحدة، ولكن اختلافهم بيبقى في طول الشنطة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هننفذ مع بعض الشنطة البورتافيه، ولكن اللي هي هتكون بكسرة. المرة اللي فاتت نفذنا اللي هي عليها عين، المرة دي ان شاء الله هتكون الشنطة اللي هي بكسرة، وهنزل لكم صورتها في بداية الفيديو. الاورنج ده هستخدم معاه ابرة رقم 4، والفريم طبعا السحري، وانا مش هعملها بيد كروس ولا حاجة، هتبقى كده منها فيها بتتشال كده. بس طبعا لو حابين ان احنا نضيف لها يد سلسلة مثلا عشان تتشال على الكتف، هنجيب سلسلة متر وربع مثلا من اي نوع سلسلة احنا نحبه، او حتى قصيرة، والحلقتين اللي هم سهلة الفتح دي. انا هبدأ بسلسلة طولها 16 سنتي. السلسلة طولها 16 سنتي دي هتطلع معايا 19 سلسلة. هبدأ كده اسمي بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3 19 سلسلة. لو شديت الخيط كده كويس هتطلع معايا 16 سنتي. طيب انا هبدأ اعمل قاعدة مستطيلة. هشتغل قاعدة مستطيلة. اول حاجة هرتفع غرزة سلسلة وهلف الشغل، وفي اول غرزة هتقابلني هشتغل غرزة سلسلة واحدة. المفروض ان انا هشتغل 3 غرز في نفس المكان، بس انا لما الف وارجع هشتغل الغرزتين التانيين عشان اظبط شكل البيضاوي بتاعي. فانا اول حاجة هشتغل غرزة واحدة بس، وبعد كده هكمل فوق كل غرزة غرزة واحدة، ما عدا الغرزة الاخيرة هشتغل 3. كملت حشو هنا لغاية الغرزة الاخيرة، هشتغل 3 غرز في نفس المكان. 1 2 3. هلف الشغل واشتغل قصاد كل غرزة غرزة برضو لغاية ما اوصل لاول غرزة انا اشتغلتها. اشتغلت في اول غرزة من البداية، هنا كانت في غرزة واحدة بس، هشتغل معاها كمان 2 عشان يقفلوا 3، يبقى هنا في الجنب ده 3 وفي الجنب ده 3. وصلت هنا للغرزة اللي انا بدأت بيها، هعمل معاها كمان 2 عشان يبقوا 3 غرز في نفس المكان، يبقى في الزاوية دي 3 وفي الزاوية دي 3، وفي النص هنا 17 غرزة حشو. طيب انا هنا هقص الخيط عشان عايزة ابدأ من جديد. هسحب الخيط كده وهاجي عند الغرزة اللي انا بدأت بيها دي، هروح لتاني واحدة واسحب الخيط لورا كده واظبط خيطي كده وارجع بيه تاني للغرزة اللي قبلها، عشان يبقى انا كده قفلت بغرزة سلسلة تبقى غرزي مظبوطة. طيب انا ليه قصيت الخيط؟ لان انا عايزة ابدأ بداية اطول الاول الفتلة من اللي انا شغالة بيها زي متر كده، او مثلا 70 سنتي، واجي جايه من ال70 سنتي دول اسيبهم على اليمين كده، واجي جايبه البقره بتاعتي الاساسيه، وهاجي من نص الغرز الثلاثه اللي انا عملتهم في الزوايا. انا عملت 1 2 3 الغرزه اللي في النص، وهاجي جايه كده سحبه الخيط وهعمل غرزه حشو، وهسيب الفتله اللي انا بداتها او سبتها من الاول دي هسيبها كده على جنب، عشان دي اللي هنقفل بيها كل سطر. وهعمل ايه؟ انا بدأت من الغرزة اللي في النص في الزاوية، عندي هنا غرزة وهنا غرزة، يعني 3 في الزاوية، في واحدة اهي لما نرجع هنشتغل فيها، وبدأت من النص من الغرزة اللي في النص فيهم. هاجي في الغرزة رقم 3 وهشتغل فوق منها 3 غرز. 1 2 3، وهكمل حشو لغاية ما اوصل لل3 غرز اللي في الجنب التاني. وصلت لل3 اللي في الزاوية دي او في الجنب ده، وهعمل ايه بقى في ال3 دول؟ اول غرزة هشتغل فيها 3، تاني غرزة هشتغل فيها غرزة واحدة بس، تالت غرزة هشتغل فيها 3. يعني هبدأ كده هشتغل هنا 3 في نفس المكان 3 غرز، وبعدين الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة واحدة بس، الغرزة التالتة هشتغل 3 في نفس المكان، يبقى 3 واحدة 3، وبكمل حشو لغاية ما اوصل للزاوية التانية. وصلت هنا لأول غرزة في ال3، هشتغل فوق منها او جواها كده 3 غرز في نفس المكان، يبقى عملت في الزوايا فوق ال3 غرز اللي في الزوايا 3 غرز في نفس المكان في اول غرزة. الغرزة اللي بعدها واحدة بس حشو، الغرزة اللي التالتة 3 غرز، وفي الجنب التاني كذلك. طيب هنهي الشغل ازاي؟ انا اخر غرزة من ال3 مش هقفل بالخيط اللي انا
شغاله بيه، لا انا هسيب الخيط ده وهاخد الخيط اللي انا سبته من الاول وهقفل بالغرزه كده واسحب الخيط اخرجه من الفتله كلها او من الغرزه كلها. وبعدين اجي عند الغرزه الحشو اللي انا بدأت بيها دي، هروح لتاني غرزه وهرجع من ورا كده وهاخد الخيط لورا كده واخرج خالص بالخيط، واجي جايه عند الغرزه اللي انا كنت واقفه فيها واجي كده من الطرف اللي هو الخلفي ده واسحب الخيط لورا كده واخرج بيه كله. يبقى انا كده نهيت شغلي بالفتله اللي هي القصيره دي، وخليت ان الغرز كلها متساويه. دي القفله اللي انا هقفل بيها كل سطر. وبعدين عشان ابدا من جديد اسيب الخيط القصير ده خالص واجي جايه فوق الغرزه اللي انا قفلتها دي اللي هي السلسله دي اهي، دي كده هبدا اسحب الخيط الجديد او الغرزه الجديده عشان اخرج من الخيط كده واطلع باول غرزه هتكون غرزه حشو. طيب انا عندي هنا 3 غرز وهنا 3 غرز في نفس المكان وفي النص حشو. الشغل عندي هيكون على الغرزه اللي هي في نص ال3 غرز اللي هي تاني واحده دي. كل سطر بطلع بيه بشتغل في نص ال3 غرز دول 3، يعني دايما بشتغل حشوات لغايه ما اوصل للغرزه اللي هي في النص اللي في ال3 دول وبشتغل فوقيها 3. يبقى شغلي كله في نص ال3 غرز دول، بشتغل فوق نفس المكان 3 غرز وفي الزاويه التانية كذلك برضو. باجي بشوف ال3 غرز اللي انا اشتغلتهم وبعد تاني غرزه او الغرزه اللي في النص وبشتغل فوقيها 3. طيب نشتغل كده، اشتغل حشو لغايه ما اوصل لتاني غرزه في ال3. ادي تاني غرزه بشتغل فوقيها 3 غرز في نفس المكان، والغرز اللي باقيه كلها بتكون حشو بس بدون اي تزايد. بصوا اهو وصلت للجنب التاني، هنا 3 غرز وفي حشو وهنا 3 غرز. بشتغل فوق اول غرزه حشو واحده بس، وفي تاني غرزه اللي هي رقم 2 في ال3 بشتغل فوقيها 3. 1 2 3 اهي في نفس المكان. وبعدين بكمل حشو لغايه ما اوصل لتاني غرزه في الناحيه التانية. هنا ادي تاني غرزه بشتغل فوقيها 3 غرز في نفس المكان. 1 2 3 وبكمل حشو. يعني شغلي زي ما اتفقنا ان هو هيكون على تاني غرزه في ال3، هنا في الجنب ده وفي الجنب ده تاني غرزه بشتغل فوقيها 3 بس. وصلت لل3 دول بشتغل لغايه ما اوصل لتاني واحده فيهم وبشتغل فوقيها 3 غرز في نفس المكان. 1 2 3 وبعدين بشتغل في الغرزه الاخيره غرزه حشو، مش بقفلها بالخيط. خلاص انا كده وصلت لاول غرزه اللي احنا بدأناها من جديد. باجي جايه واخده الخيط القصير اقفل بيه الغرزه واسحب الخيط كله اخرج بيه كده. وبعدين اجي جايه عند تاني غرزه من قدامي كده واسحب الخيط من ورا، يعني اسحب الابره، ادخل الابره كده اسحب الخيط لورا كده واخرج بيه كله برضو. وبعدين اجي للغرزه الاخيره اللي انا اشتغلت فيها واجي جايه من الطرف الخلفي ده واسحب الخيط كله لورا كده. دي القفله اللي هعتمدها طول الشغل بتاعي. بصوا الغرز كلها متساويه ومفيش حاجه باينه من القفله. واجي سايبه الخيط القصير واجي جايه بالابره تحت الفتله اللي انا نهيت بيها دي اللي هي الغرزه اللي انا نهيت بيها، واجي جايه سحبه الخيط الجديد او اللي هو جاي من البقره الاساسيه واجي عامله غرزه حشو. غرزه الحشو دي لما بنيجي نقفل في الاخر اللي هو الطرف ده بنعمل لها الاساس اللي هو بتاعها ده او الطرف بتاعها ده ماشي. وبعدين بكمل حشو لغايه برضو ما اوصل لل3 غرز. ادي ال3 غرز اهو، جايه في تاني غرزه واشتغل فوقيها 3. هتبدأ القاعدة تاخد معايا شكل مستطيل وهتمشي معايا مظبوط. الخيط اللي انا بدأت بيه من القصير ده بيفضل معايا لغاية ما اخلص الشنطة كلها تمام. طيب انا هفضل ارتفع بنفس الطريقة لغاية ما ارتفع كام سطر من بداية السطر اللي انا الاولاني اللي هو اللي كان فيه 3 بس. هنا 1 2 3 وهنا انا في السطر الرابع هشتغل 8 سطور لغاية ما القاعدة تكون معايا مقاسها طولها هيبقى 28 وعرضها هيبقى 14 تمام كده. لو بقى زيادة سنتي مش هيزعل في حاجة، يعني حسب سمك الخيط اللي معاكم
انا هفضل ارتفع 8 سطور كده. انا فضلت ارتفع لغاية ما وصلت ل 8 سطور من بداية اول سطر، 1 2 3 4 5 6 7، وده السطر رقم 8 اللي انا شغالة فيه. باجي دايما عند تاني غرزة في ال3 وبشتغل فوقيها 3. ده اللي بيخلي شكل القاعدة معايا مظبوط، وبيديني كمان المقاس اللي انا محتاجاه. والباقي كله بكمل حشو، كله حشو لغاية ما اوصل للغرزة الاخيرة. بسحب الغرزة كده ومش بقفل بالخيط اللي انا شغالة بيه، باخد الخيط اللي انا سايباه القصير واخرج بيه كله كده، وبعدين ارجع لتاني غرزة اسحب الخيط لورا كده واخرج بيه برضو كله، واجي للغرزة الاولى دي او الغرزة اللي قبل اللي انا شغالة فيها من ورا، واسحب الخيط برضو بالشكل ده. ده كده شكلها النهائي مظبوطة. هنلاقي المقاس برضو اللي احنا محتاجينه، هنلاقي الطول تقريبا 28 سنتي في عرض 14 سنتي. يعني لو بقت زيادة سنتي او نص سنتي مش هيزعلني في حاجة، هي الشنطة كده مقاسها مظبوط ايا كان المقاس اللي هيطلع معاك. وهتبدأوا ب 19 غرزة سلسلة وهتطلعوا 8 سطور بنفس الطريقة. شغلي كله بيبقى في نص ال3 غرز لكل سطر، بشتغل في نص ال3 غرز 3 عشان يطلع معايا الشكل مظبوط. طيب هعمل ايه بقى؟ هخلي الجزء اللي هو كان الوش عندي ده مقلوب كده عشان ابدا ارتفع لجسم الشنطه، واخد ان الخيط على طول واشتغل غرزة حشو، وابدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو لغاية ما اوصل لطول 25 سنتي. الخيط اللي معايا ده والابرة اللي معايا والشغل اللي معايا ده استهلك معايا 3 شلات، يعني 750 جرام من نفس الخيط اللي انا شغالة بيه اللي هو اللون الفسفوري ده، اللي هي السلسلة المط السادة اللي ما فيهاش لمعة دي. برضو اي خيط هتستخدموه تقريبا هيستخدم، لو الشنطة خدت معاكم اكتر من 750 جرام هتبقى تقيلة جدا، هي كده الوزن عليها مظبوط. انا هرتفع الطول ب25. لو انتوا عايزينها اقصر ممكن تخلوها 20 برضو، يعني الطول ده حسب براحتكم، بس الشنطة دي في العموم طولها 25 سم. الجسم الشنطة هفضل ارتفع فوق كل غرزة غرزة، مش هعمل اي حاجة تزايد. خلاص كده انا خلصت التزايد بتاعي، شغلي كله هيبقى فوق كل غرزة غرزة. ولما اجي عند اول غرزة اشتغلتها بقفل برضو بنفس الطريقة بالخيط القصير اللي انا اشتغلت بيه. عدد الغرز في القاعدة اللي انا وقفت عندهم دول كلهم هيكونوا 96 غرزة. عايزه اوريكم حاجه كده وانا برتفع بالطول. طبعا الموديل اللي انا بعمله طول الشنطه فيه 25 سنتي، ولكن انتوا تقدروا تعملوا الموديل بطول اقصر، يبقى بورتافيه قصير المقاس بتاعه عرضه قصير. يعني ممكن تخلوا مثلا الطول 20 سنتي او 18 سنتي حسب ما تحبوا. لو انتوا عايزينه يبقى قصير حسب ما انتوا حابين يعني الطول، فهتوقفوا عند الطول اللي انتوا حابينه. بصوا انا بدأت ان انا ارتفع اهو، فبدأ ان هو الجسم يظهر معايا. لسه شغالة، هشتغل لغاية طول 25 سنتي، بس انا حبيت انبه للطول ده بيبقى حسب راحتكم انتوا. كده انا كملت ارتفاع بالطول اللي انا محتاجاه، واخر سطر ده اللي هعمل فيه الكسرة بتاعتي. اول حاجة بعملها بظبط شكل الشنطة، بفرد القاعدة كده بظبطها من كل جنب عشان لما اجي احط الفريم ابقى عارفة انا حطاه مظبوط. ده شكل الشنطة اهو بعد ما ارتفعت. باجي جاية من النص كده بحاول اظبط شكل الشنطة للنص عشان لما اقفل كده يبقى قفلة الجنب جاية من النص من هنا ومن هنا. وبجيب العلامات بتاعتي في 3 خيط كده، واحط علامة هنا في النص وعلامة هنا، وبرضو بفتح الشنطة بشوف انا حاطة صح في المكان الصح ولا لا. لازم يكون العلامات مظبوطة من الجناب. بعمل ايه بقى لما بحط العلامة في النص من هنا والعلامة في النص من هنا؟ باجي عدة من بعدها 7 غرز، 1 2 3 4 5 6، في رقم 7 برضو بحط علامة. ده قبل ما اعمل الكسرة برضو. وبعدين اعد 2 4 6، في الغرزة ال7 بحط علامة. يبقى انا حطيت واحدة في النص وعديت جنبها 7 وقصادها هنا 7، يبقوا 15 غرزة. الجنب التاني كذلك 2 4 6، وادي رقم 7 بحط علامة، وهنا
2 4 6 وفي رقم 7 بحط برضو علامة. تمام كده. في النص هنا ما بين العلامة دي والعلامة دي هيكونوا هنا في 33 غرزة. يعني لو عدينا كده 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 وهنا برضو 33. يبقى في الجنب ده 33 والجنب ده 33. اتاكد ازاي ان هما مظبوطين او انا حطيت صح؟ هحط كده، هفتح الجناب كده واشوف شكل الزوايا عندي مظبوط ولا لا. يعني اشوف انا حاطه صح ولا لا. انا هنا بالنسبه لي شكل الجنب ده والجنب ده مظبوطين. فهعمل ايه؟ هعد هنا، هحط هاجي في نص ال 33 غرزه دول واحط علامه. هعد 16 غرزه، 2 4 6 8 10 12 14 16. في الغرزه رقم 17 هحط علامه. يبقى انا كده قسمت ال 33 بالنص. وهعد برضو 2 4 6 8 10 12 14 16. في الغرزة رقم 17 برضو هحط علامة. تمام كده. يبقى انا كده قسمت غرزي مظبوط. طيب الكسرة هنعملها ازاي؟ هعد من على اليمين ومن على الشمال العلامة اللي في النص دي اللي هنا وهنا. هعد 4 غرز، 1 2 3 4. وهنا 1 2 3 4. يبقى كده مجموع الغرز يمين وشمال الغرزة اللي انا معلماها 9 غرز. وفي الجنب التاني كذلك. هعمل ايه؟ هفضل اشتغل حشو. انا واقفة هنا هشتغل حشو لغاية ما اوصل للعلامة اللي هي في النص دي قبلها ب4 غرز. انا قافلة بنفس الطريقة اللي احنا بنقفل بيها. هدخل اخد غرزة حشو واكمل حشو لغاية ما اوصل لقبل العلامة اللي في النص ب4 غرز. وعلاماتي محطوطة زي ما هي عشان الفريم لما اجي احطه مظبوط. في حاجة كمان قبل ما نقفل او نعمل الكسرة، عشان ناخد البطانة او مقاس البطانة. بعمل الشنطة زي ما عملتها في البداية كده، وباخد المقاس من النص من هنا لهنا. يعني المسافة دي كلها باخد العرض كده بقيسه، وباخد الطول من اول هنا لغاية نص القاعدة. احنا كنا عاملين القاعدة 14 سنتي، فهناخد منها 7 سنتي مع الطول ده اللي هنقص القماش على اساسه. يبقى انا خدت العرض وخدت الطول من البداية لغاية نص القاعدة. بقص قطعتين وبخيطهم في بعض وببدأ اركب البطانة كده. هكمل حشو لغاية ما اوصل لقبل العلامة ب4 غرز. كده وصلت قبل العلامة ب4 غرز، 1 2 3 4. هعمل ايه بقى عشان اعمل الكسرة؟ هاخد الغرزة اللي انا واقفة فيها والغرزة الاخيرة من ال4، هدخل كده وبعدين اتني الغرز كده اهو، وادخل اخد حشو. يعني خدت الغرزة الاولى مع الغرزة الرابعة، وبعدين ادخل تحت الغرزتين اللي انا سبتهم، واجي جاية في الغرزة اللي انا معلماها وادخل فيها واخد غرزة حشو. دي كده جنب الكسرة او جنب من الكسرة اللي انا عملته. تاني ادي ال4 غرز، بدخل في اول غرزة وباجي جايه من ورا، بخلي الغرزتين اللي في النص قدام واخد غرزة حشو، واروح تحت الغرزتين اللي قدام كده وادخل في الغرزة اللي انا معلماها واخد غرزة حشو. يبقى انا كده خدت ال5 غرز. طيب فاضل عندي ال4 غرز اللي في الجنب التاني، 1 2 3 4. باجي جايه عند الغرزة الرابعة اهي، بوسع لنفسي كده وباجي جايه من قدام لورا في الغرزة الرابعة اهي، وبسحب كده غرزة حشو وبشد ايدي شوية. فاضل عندي كده غرزتين ورا، باجي جايه في الغرزة اللي جنبها واجي داخله تحتهم تحت الغرزة وتحت الغرزتين اللي ورا، وباجي واخده حشو
كده انا عملت الكسرة بتاعتي. طيب تاني عند الكسرة التانية او الجنب التاني من الكسرة، انا خلاص دخلت في الغرزة دي اللي انا معلماها، فاضل عندي 4 غرز. باجي جاية واخدة الغرزة الرابعة اللي هي دي، وبتني كده، باخد دول لورا كده وبدخل في الغرزة الاولى اهي، باخد الاخيرة مع الاولى، بقصر ايدي كده، باخد الاخيرة واحاول ادخل من قدام كده للاولى اهي، وباخد حشو، وبعدين بدخل في الغرزة اللي جنبها، واجي جاية واخدة الغرزتين اللي انا سبتهم معايا كمان تحت الحشو كده اهو، واخرج بيهم. انا كده بقصر لنفسي الكسرة عشان تبقى قليلة ما تبقاش كبيرة، وبكمل غرز حشو لغاية ما اوصل للعلامة التانية اللي هنا قبلها ب4 غرز. برضو بعمل نفس الطريقة دي، اخر غرزة هي قبل ال4، وباجي جاي عند ال4 غرز دول وباخد اول غرزة معايا اهي، اول واحدة في ال4، واجي رايحة للرابعة اهو، بتني كده وبقفل، وبعدين ادخل تحت الاتنين التانيين واروح اللي انا حاطه فيها العلامة، وبدخل اسحب غرزة واعمل حشو. تمام كده. طيب اروح لل4، 1 2 3 4، باخد الاخيرة واسحب الخيط لقدام كده وادخل في الاولى، وبعدين اروح للي جنبها واحاول ارجع تاني للغرزتين من ورا كده واسحب حشو بالشكل ده اهو، واكمل حشو لغايه ما اوصل هنا. وصلت لاخر غرزه في السطر، بسحب وبعدين بقفل بالخيط اللي احنا اتفقنا انه هيفضل معانا للاخر. بصوا قصر خالص ازاي، وبعدين اروح للغرزه اللي بعدها اقفل بنفس الطريقه اللي قفلنا بيها كل السطور. وهنا بقى انا هقص الخيط، بصوا الغرز كلها متساويه ومفيش حاجه باينه للقفله. وده هيكون الشكل النهائي بعد ما خلصت عملت الكسر بتاعتي اهي، الكسرتين جايين في النص اهو، ده شكلهم. انا عاملاهم صغيرين، وده كده الجنب بتاعتي، ده شكل الشنطه النهائي. طيب هنا بقى هنبدا نركب الفريم. عندي العلامات اللي احنا حاطينها بنفس الطريقه اللي كنا بنركب الفريم في الشنطه التانية. هاجي هنا هربط الفريم في النص، وهاجي هنا برضو اربط الفريم في النص، وهنا عندي العلامات اللي انا حطاها هربط الفريم بتاعي. اهم حاجه وانا بقفل الفريم اظبط عدد الغرز اللي في الجنب ده والعدد الغرز اللي في الجنب ده واللي هنا برضو يكونوا زي اللي هنا بالظبط. واهم حاجه ان المسمار بتاع الفريم ده يبقى جاي في النص بالظبط، عشان لما اجي اقفل يبقى الفريم محطوط في النص بالظبط، ما يبقاش لا جاي كده ولا كده. بعد كده بربط زي ما ربطت كده، والضم ابرة التنظيف على 3 فتلات. انا عملت الفتلة تقريبا 2 متر ونص، وهبدأ اخد من تحت الفريم لفوق كل 3 فتلات كده جنب بعض، واخرج بإبرة التنظيف من كل غرزة بس من تحت الفريم. يبقى انا باخد من تحت للغرزة دي، وبرضو باخد خيط التثبيت ده معايا، يعني الفتلة اللي هي انا بدأت بيها دي بربطها من هنا عشان يبقى شغلي ما يبقاش مفوت. الفتلة اللي انا بدأت بيها من على إبرة التنظيف بربطها من جوه من هنا في الجسم بتاع الشنطة، وباخد الخيط ده معايا كده وانا ماشية، وكل 3 فتلات بخرج من تحت الفريم من تحت هنا للغرزة من بره كده. بصوا انا فضلت شغالة اهو، مشيت على الفريم كده بالفتلات بتاعتي 3 فتلات بإبرة التنظيف، وواحدة واحدة كده بشيل علاماتي وانا ماشية. واهم حاجة وانا شغالة احاول ان انا اقرب الفتلات كده لبعض عشان ما يبقاش فيه فراغات، وكمان ما يبقاش فيه غرز زيادة في جسم الشنطة نفسه، عشان وانا شغالة يبقى شغلي مظبوط. وكمان نخلي بالنا واحنا شغالين ان الفريم يكون في النص بالظبط، يعني وانا بسحب كده الخيط وبسحب الخيط اللي جوه كده وبشده، يبقى الفريم ما يجيش معايا معوج لا كده ولا كده
اهو شايفين الفريم جاي في النص بالظبط. كمان الغرز جنب بعض وبزنقها جامد كده جنب بعض، وفي نفس الوقت الفريم بتاعي مظبوط وجاي في النص. وده اللي يهمني، ان الفريم يكون مظبوط في نص الشنطه عشان لما اجي اقفل يبقى قافل معايا مظبوط. انا خلاص كده قربت اخلص، وانا شغاله بسحب الخيط كده وبزقه كده وبظبط ايدي وبحاول ان انا اخلي الكسرتين برضو قصاد بعض من هنا، وهخلص ده واشطب شغل واوريكم بقى شكل الشنطه النهائي. بصوا كده خلصتها اهي. مشيت كده على الفريم ب3 فتلات بإبرة التنظيف زي ما اتفقنا، واي خيوط عندي زيادة طبعا بنضفها. وفي النهاية طبعا عند اخر غرزة بثبت الفتلة الاخيرة دي كويس في جسم الشنطة، عشان خاطر هي ديت اللي هتخلي الفريم مشدود كويس ومقفول. اهم حاجة ما ننساش الفتلات الاخيره دي لازم نقفلها كويس. انا في الاخر بقص الخيط وباجي جايه كده بسحب الفتلات لورا واخرج بيهم من هنا وادخل تاني واربط من جوه عشان تبقى ماشيه مظبوط. شايفين شكل الفريم جاي في النص ازاي، والقصرتين برضو قصاد بعض. طيب عشان اقفل الشنطه بقفلها ازاي؟ بسمي كده بسم الله وباجي هنا على الجناب كده. طبعا بعد ما بقفل، وزي ما اتفقنا ان انا لو عايزه احط لها بطانه واحنا لسه جايبينها من النص كده بالعرض، باخد عرض الشنطه كله وباخد الطول لغايه نص القاعده، وبقص قطعتين وبخيطهم في بعض، وببدا ان انا احط كده من عندي خط الخياطه من هنا من النص، وابدا الف دوران كده خياطه بخيط اللي هو الخيط بتاع الفتله اللي هي بتاعت اللي بجيبها من عند محلات الصيد دي. الفتله ديت شفافه ما بتبانش في الخياطه. وباجي بدخل كده بدخل الجنبين كده وده كمان كده، بحاول اظبط الجناب. لما بتبقى الفتله ناشفه بتطلع الشنطه مظبوطه، وبسمي كده بسم الله واقفل الشنطه. ماشي اهي قفلت معايا اهي، وده شكلها. بصوا القصرتين جايين مظبوطين قصاد بعض، لازم يجوا قصاد بعض عشان بتتمسك كده منهم كده اهي. لو عايزه اسويها كده اهي، شايفين القاعده اهي شكلها حلو جدا. كمان الفريم مقفول مظبوط. وبرضو لو عايزه اقفل الفريم اكتر اظبط الخيط كده لورا واحاول ان انا اقفله على اخره. لو بقى في فتحه بسيطه كده يعني ما نقلقش منها، لا طالما الفريم مقفول كويس اهو وتقيل في القفل ما نقلقش من الفتحه دي. كده بالنسبه لي الشنطه الموديل ده تمام كده مظبوط، والحمد لله طلعت مظبوطه. طيب لو انا عايزه اضيف لها يد، معايا سلسله ومعايا حلقه اللي هي سهله الفتح دي، وباجي هنا في الجنب في اي جنب وبحط الحلقه دي، والجنب التاني برضو قصادها. وبكده تبقى انا ركبت لها يد لو انا عايزه لها سلسله يعني، وهتبقى جميله جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا.